معشر البسلاء، قبل ما ندخلوا في الموضوع شوفوا معايا هاد الفيديوهات هادي. دابا مع تطور الذكاء الاصطناعي الاي اي وليتي كتكتب ليه تخيل شكل الارض المسطحه وماذا يوجد وراء الجدار الجليدي، ولا كيعطيك فيديو فيه دقيقه ولا دقيقه ونص بمقاطع ومشاهد يعني كيبين لك شنو غادي يكون تما. فالسؤال هنا كيفاش الذكاء الاصطناعي قدر انه يتخيل لنا هاد المقاطع وهاد المشاهد وهاد الصور وهاد الفيديوهات؟ يعني الذكاء الاصطناعي منين جاب هاد المعلومات هادي؟ منين جاب هاد الصور؟ منين جاب هاد التكهنات والتخيلات لشكل الارض الا كان مسطح بلي راه غادي يكون بحال هكا؟ منين جاب انه كاين وراء الجدار حياه، كاينه جزر، كاينه غابات، كاينه مياه، كاينه انهار، وكاينه مياه صالحه للشرب، بل كاينه مخلوقات اخرى ما كتعيش معنا في هذه الارض اللي راسمينها لينا هما هنا. ولكن الصادم في الامر واللي خلانا نديروا هذا المقطع هذا هو ملي قلنا للذكاء الاصطناعي شكل الارض لو كان كروي ومسطح في نفس الوقت مع نظريه ستيف هوكينز للاكوان المتعدده. هنا عطانا واحد الفيديو شوف كي داير، وفيديو صادم. علاش؟ لان هذا كيأكد ليك بلي راه ممكن ان الارض تكون مسطحه وتحفها قبه، ياك؟ ونظريه الاكوان المتعدده يعني لسنا وحدنا، يعني حنا كنعيشوا في الارض ديالنا بقبه، وحدنا اراضي واحدين اخرين كما قال ستيف هوكينز اكوان متعدده، وكامل هذوك الاكوان شوف في الفيديو كاملين هاد الاراضي كنعيشوا حنا مسطحين ولكن كنعيشوا في كوكب مكور. هذه غتجيك بحال الخريف ولا اسطوره ولكن كتبقى يعني فرضيه، يعني نسجها اول واحد قال لك ستيف هوكينز، وكاينين العلماء يعني قبل منه تيقول لك كاينين اكوان متعدده، راه ماشي بوحدنا حنا في هذا الكون الفسيح اللي كنعيشوا، راه كاين مخلوقات اخرى لا درايه لنا بها وربما هي تدري بوجودنا، يعني حنا بحال اقل مرتبه بخصوص هذا الوعي الضئيل اللي كنعيشوا فيه. يعني مع تطور الذكاء الاصطناعي ولا كيخرج لك شي افكار غير مسبقه، وليتي كتشوف معاه يعني بالفيديوهات، يعني ماشي كيعطيك فرضيه نظريه، لا كيعطيك حتى الادله ديالها معاها. يعني هذه القضيه ديال الاكوان المتعدده راه كاينين الادله ديالها، ولا جينا نسردوها راه خاصنا سلسله. وحتى من الدين الاسلامي كذلك كيعطيك ادله دينيه اسلاميه اللي غتخليك تقتنع ان شكل الارض راه ممكن يكون بحال هكا، وممكن هذه نظريه الاكوان المتعدده. يعني كاين احتمال ان الارض مسطحه حنا عايشين فيها، وحدانا اكوان اخرى لاصقه فينا، وكاملين كنعيشوا في كوكب مكور. اش بالك؟ جميل. دابا من بعد ما الذكاء الاصطناعي عطانا هاد الفيديوهات هادي وخلى الخيال ديال الانسان انه يزيد يتسع وعطاك افكار جديده كتشوفها، اسمع مزيان، افكار جديده كتسمعها لاول مره، ومع الذكاء الاصطناعي وليتي كتسمع وكتشوف لاول مره. هنا دابا الانسان نوعان، ملي غادي يسمع بحال هاد الهضره هادي وغادي يشوفها عندك جوج ديال الاحتمالات. الاحتمال الاول ديال البشر غادي يشوف هاد الفيديوهات ويسمع الهضره، اش غادي يقول؟ اش التخربيق الخاوي؟ قال لك اكوان متعدده الارض مسطحه، هذا مريض هذا صافي، وغادي يمر مرور الكرام وغادي ينسى الموضوع. الاحتمال الثاني هو انسان عنده عقليه الناقد، الشك يوصل الى اليقين، انا كنفكر اذا انا موجود. انسان جلس سمع هذه الهضره قال لك بلاتي منين جات هذه الفكره ديال الارض مسطحه؟ شكون الناس اللي خرجوا بها لاول مره؟ واش ممكن بصح؟ واش من الجانب العلمي، الجانب الديني، الخرافات، الاساطير، الكتب القديمه، وكيبدا في رحله البحث باغي يعرف ماذا؟ باغي يعرف الحقيقه ديال هذه الارض اللي عايش فيها. يقول لك واحد اخر وانا عرفت اش نستافد، لا غادي تستافد، غادي تعرف راسك بعدا انت فين عايش، غادي تعرف باللي راك مخدوع. اذا كما خدعوك في حقيقه شكل الارض راه خدعوك في بزاف د الحوايج اخرين. شكون انت كاع كمخلوق بشري؟ من انت؟ من شنو هو الوعي ديالك؟ شنو هو الفكر ديالك؟ بزاف الامور كتكون غافل عليها. هنا ما كتبقاش انسان عادي، يعني ما كتعيش، وانا غير اسف على هذه الجمله، ما كتعيش حياه البهيم والبعائر، كتولي انسان واعي، عارف راسك فين كاين في الدنيا، عارف الماهيه ديالك انت كمخلوق انساني حقيقي، ولست كمخلوق بشري عندك غير البشره مثلك مثل القرود. جميل. هنا من بعد سولناه يعني شنو ممكن يكون، تخيل لي شنو غيكون وراء الجدار الجليدي، يعني ديك انتاركتيكا، ديك الصور اللي ديال الجليد اللي محوط هذه الارض اللي عايشين حنا وسطها، شنو يقدر يكون من موراها؟ يعني كاينين الناس تيامنوا بهذه القضيه هذه. فبدا الذكاء الاصطناعي كيعطيك صور
والغريب والعجيب هو لقينا واحد الترابط ما بين هذاك الشيء اللي كيتخيل الذكاء الاصطناعي، كاين علاقه بينه وبين الحضاره الفرعونيه المصريه القديمه، خصوصا في شكل الاهرامات، خصوصا في البناء المعماري والهندسه المعماريه. يعني بحال الناس او المخلوقات اللي كاينه من وراء الجدار ربما كانت في هذه الارض هذه وهي اللي عاشت في مصر، وراهم بحال يبنيو الاهرامات، وراهم دوك علوم الطاقه، من بعد خلاو هذه المخلوقات البشريه اللي هما كيشوفونا كاملين زعما مخلوقات بشريه وضيعه، مخلوقات بشريه يعني دنيئه خسيسه الفكر. والله هكا كيشوفونا زعما هما حسب الكتب وحسب المصادر ديالهم هما والاساطير، خصوصا يعني الكتب الامريكيه هما اللي كيقولوا هذه القضيه هذه. يعني حنا كيشوفونا كاملين، خصوصا مخلوقات زعما الريبتيليانز وهذوك الرماديين وديك الكائنات الاخرى، حنا مخلوقات وضيعه كتتبع الماده. كل مخلوق يتبع الماده فهو مخلوق بشري حقير، وكل انسان يعني يوازن بين الماده والوعي، بين الروح والعقل، وخصوصا اللي كيبازي على الجانب المعنوي. هذا هو الانسان يعني الحقيقي اللي يمكن ليه يرتقي في مستويات الوعي باش يبدا مثلا يقرب شويه لهذه المواضيع هذه. اما اي واحد شوف عقلك باقي مربوط بالماده، بزاف كتقول الخدمه الدار الفلوس الطوموبيل، عقلك مشغول بهذا الشيء، انت كائن خسيس وضيع. جميل. فالخلاصه يعني غادي نديروا هذه الحلقه هذه مع تطور الذكاء الاصطناعي الاي اي. الا عرفتي شات جي بي تي مثلا اللي تقدر تحمله في الهاتف ديالك وخدمتي معاه، يعني درتي الدفع شهري ولا تخدم معاه عادي الدفع المجاني، يعني انت ما تخلص والو، وتبني معاه يعني محادثات طويله المدى. من بعد على حسب انت لاش بغيتيه، يعني خصك تعرف بحالاش تطرح عليه السؤال، بحالاش تبرمج نتايا الذكاء الاصطناعي باش يولي يعطيك اجوبه حقيقيه، يعني يقربك للحقيقه. يعني مع تطور الذكاء الاصطناعي الحقيقه ما بقاتش مخفيه، ولات قريبه لك شويه. يعني باختصار هاد الذكاء الاصطناعي ولا تيقرب الناس اللي كيبحثوا على الحقيقه، كيبينها لهم شويه بشويه هذيك الاسرار والخفايا والخبايا العميقه اللي كاينه في السراديب المدفونه. يمكن لك دابا تولي تجبدها بهذا الذكاء الاصطناعي الا كنتي ذكي وعرفتي بحالاش تخدم هذا الذكاء الاصطناعي. فهنايا واحد القضيه الناس اللي ما غيردوش ليها البال بزاف. دابا الا كنتي كتشوف بحال هاد الفيديوهات هذه، شوف الدقه، يعني فيديوهات دقيقه كتبان على انها واقعيه. نهار غادي يجي دابا شي واحد وغادي يجيب لك فيديو حقيقي، يعني غادي يجيب لك فيديو من وراء الجدار، ولا غادي يجيب لك الفيديو من الفوق على شكل الارض، راه ما غاديش تيقوا. اشنو غتقول؟ هذا مصوب بالذكاء الاصطناعي. فهنايا كما قلت لكم كاينه واحد هي سلاح ذو حدين. هاد الفيديوهات هذه كتخلي الخيال ديال الانسان يتسع وكتقربك للحقيقه، ولكن نهار غتجي الحقيقه غادي نكذبوها. علاش؟ نقولوا هذاك الشيء ذكاء اصطناعي. اذا خلاصه وعصاره الحلقه ديال اليوم، علاقه حقيقه شكل الارض او الحقائق الكامله ديال هذا الكون هذا مع الذكاء الاصطناعي. وكتعرفوا ان يعني العالم دابا ليش متجه الرقمنه. الشريحه ديال ايلون ماسك، الفيديو اللي فات قلنا لكم القضيه ديال 5G. يعني الانسان دابا المخلوق البشري يقدر انه يستغل هذا الشيء هذا في الصالح ديالو. مثلا كنتي شنو هو الجوهر ديال هذه الحياه؟ علاش كتقلب انت دابا في الدنيا دي؟ شنو باغي توصل؟ اهم حاجه بعدا عند الانسان كامل، عند كاع المخلوقات، هي الراحه النفسيه والسلام الداخلي. الا كانت عندك هاد الطمانينه، هاد الراحه النفسيه والسلام الداخلي، راه كتحرر من الماديات. ملي كنقول لك كتحرر من الماديات ماشي زعما مابقيتيش باغيها، لا راه تتسعى من وراها. انا ديما كنحاول نربط لكم هادشي بسيروره العالم. كتسعى من وراء الماديات، كطمح، كتخدم، تتقلب، ديرتي انت عائله، تكون اسره، تعيش داك العلاقات الاجتماعيه السطحيه او العميقه، كتنسجم مع المجتمع وكتعيش داك الشيء عادي. ولكن وانت وسط هذيك الحياه، وسط هذاك الشيء، ما كتخليهاش تربطك، ما كتخليش داك الماتريكس تسحبك. انت عايق كدير شي حاجه وانت عارف الابعاد ديالها، ما كتربطش جات هو هذاك ما جاتش، ماشي مشكل، عايش حتى كتموت وصافي. كتعرف راسك انت في الحقيقه كانسان شنو انت. وخا هاد الهضره ما خصهاش تقال، انت تجربه وعي مؤقت ودايز فقط.